قبل لا نحمل البطاقة البنكية بجيوبنا، وقبل لا تصير المحافظ الإلكترونية جزء من يومنا، كان أكو بطل صامت، وثيقة مالية غيرت شكل السفر لعقود طويلة. شيكات السفر. آني وهذا عالم مقتنيات الريبال. شنو شيكات السفر؟ هي أوراق مالية تشبه العملة، تصدرها بنوك وشركات عالمية حتى تخلي المسافر ينتقل بأمان دون أن يشيل وياه مبلغ نقدي كبير. تجي بقيم مختلفة: 10 20 50 100 حتى $500، وأحياناً بعملات تانية مثل الجنيه الاسترليني. تصدر عادة من جهات كبيرة مثل أمريكان إكسبرس، توماس كوك، وفيزا ترافل تشيك، وكل شيك برقم تسلسلي وخطوط أمان ومكان للتوقيع واسم الجهة المصدرة، وبمجرد ما يوقع صاحبها عليها يتعامل وياها مثل الكاش. ليش كانت مهمة؟ أول شيء الأمان. إذا ضاع الشيك أو انسرق، الشركة تقدر ترجع لك المبلغ لأنه مسجل باسمك ومقبول عالمياً. آلاف الفنادق والبنوك ومحلات الصيرفة وشركات السفر كانت تقبله مثل الفلوس. الحماية من التزوير، مصنوع بخطوط وأحبار خاصة، كان تزويره شبه مستحيل ومثالي للسفر، خصوصاً قبل انتشار البطاقة البنكية. شلون كانت تستخدم؟ تشتريها من البنك، توقع عليها مرة عند الاستلام ومرة ثانية عند الدفع قدام التاجر. التاجر يقارن التوقيعين ويقبل الشيك مباشرة بقيمته. ليش اختفى؟ مع ظهور بطاقات الائتمان وبطاقات السفر مسبقة الدفع والتحويلات الإلكترونية والمحافظ الرقمية، قلت الحاجة لشيكات السفر لحد ما صارت نادرة جداً. لكن اليوم صارت قطعة تاريخية يبحث عنها هواة الجمع، خصوصاً الإصدارات الأولى من شركات أمريكان إكسبرس وتوماس كوك. بعض الشيكات السفر القديمة تباع بأسعار عالية. ليش تباع بأسعار عالية؟ لأنها محدودة، تحمل تصاميم وشعارات قديمة صادرة من شركات ما عادت موجودة أصلاً، وجزء من تاريخ السفر العالمي. كان المسافر يحمل أمانة بورقة ويحمل العالم بحقيبته.